خلصت خلاص 4-2 والاهلي في الصداره والدوري في الجزيره بفرق 6 نقط ان شاء الله بامر الله. بفرق 6 نقط او 7 نقط ان شاء الله بامر الله. وافتكروا الكلام ده كويس قوي. ليه بقى؟ ان الله لا يصلح عمل المفسدين يا جماعه، اقسم بالله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. هتقول لي طب يا عم الشيخ ليه بقى انت بتقول كده؟ اقول لك انا ليه بقول كده. ربنا سبحانه وتعالى انا معلش انا مؤمن بحاجه واحده، ربنا اسمه العدل. لما انت تفضل تقول على واحد ظالم، يعني بيراميدز، الزمالك، المصري، الاسماعيلي، انديه مصر تقول لك النادي الاهلي ده نادي ظالم ونادي فاسد واكبر مفسده في مصر وبيكسب بالتحكيم وبطولاته حرام والكلام ده كله، ربنا بقى بيكافئه علشان هو كده؟ وانتوا اللي صح والعدل، وانتوا الناس اللي بتكسبوا بعرق جبينكم بيحصل فيكم كده؟ مش مقتنع. نفسي اقتنع عشان اشجع اي نادي فيكم. مش عارف ان الله لا يصلح عمل المفسدين. اتامر براحتك. انت خلي بالك انت طلعت على الصداره بمجامله التحكيم زي ما طلع عضو اتحاد الكره الكومي وقال عليك الدوري ده موجه لبيراميدز. سبحان الله. بص انت فين دلوقتي وانا فين وباقدامي. انا ما استنيتش حد. انا كسبت المطوشه بتاعتي وانت بتخسر. انا بكسب وانت بتخسر. انا فوق وانتوا تحت. هو ده العدل بتاع ربنا، وهي دي المكانه الطبيعيه للنادي الاهلي. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعة اخوك الاهلاوي، ابعتها له.